نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ورشة عمل كتابة السيرة الذاتية أو السي في باستخدام الذكاء الاصطناعي. هنبدأ إن شاء الله مع بعض في ورشة عمل النهاردة. هنعرف إزاي يعني إيه سيرة ذاتية وإزاي نكتبها في الأساس كده بشكل مفهوم بسيط سهل وسلس. وبإذن الله هنعرف إزاي بعد كده نبدأ نستخدم الذكاء الاصطناعي في إن إحنا نكتبها. وهنشوف الذكاء الاصطناعي أو يعني نشوف السي في بنتعامل معاه إزاي عشان لما نطلب حتى من الذكاء الاصطناعي نطلب منه مظبوط. احنا زي ما اتفقنا وعرفنا المرات اللي فاتت ان جودة الإجابة بتاعة الذكاء الاصطناعي بتعتمد على جودة سؤالك ليه. وبالتالي كل ما حضرتك تبقى فاهم الموضوع كويس، كل ما هتقدر تسأل سؤال كويس للذكاء الاصطناعي، كل ما الذكاء الاصطناعي هيقدر يديك إجابة كويسة. لو تفتكروا القاعدة اللي احنا قلناها من أول مرة بدأنا فيها، هي ان اكتر حد هيقدر يستفيد من الذكاء الاصطناعي هو اللي شاطر في شغله. يعني كل ما اكون شاطر في الاساس، كل ما هتكون استفادتك كبيره من الذكاء الاصطناعي. طيب نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده التعريف اللي مصدقه بيه كل شويه في كل محاضره. آه، تعريف المبادره. نبدا من هنا. طبعا مبادره الذكاء الاصطناعي بالعربي، الحمد لله مبادرة أطلقناها وبدأت، والحمد لله رب العالمين. يعني ناس كتير استفادت منها، والحمد لله ناس من مصر كمان وناس من بره مصر. وبنتشرف بالناس اللي موجودة معانا من ليبيا ومن المغرب ومن الجزائر ومن في بلاد تانية، فعشان بس ما ننساش حد. فبجد برحب بيهم كلهم. أو من فلسطين، طبعا دول ناس ما يعني فوق راسنا ما يتنسوش. كان في كذا حد من فلسطين، فأهلا بكم جميعا. وطبعا المصريين يعني دول الأساس، فطبعا أتشرف بكم جدا والله، ومبسوط إن إحنا متجمعين وبنتعلم مع بعض موضوع الذكاء الاصطناعي ونستفيد بيه في حياتنا. وأي حد عنده أي سؤال يا جماعة ما يترددش. يعني إحنا برضو المشكلة بلاحظ في الآخر إن في ناس عندها أسئلة ومكسوفة تسأل أو محروجة أو يعني مش عارف إيه الأسباب، أيا كان السبب. المهم ما تخليش حاجة توقفك وما تعطلش سؤال عندك. لو سمحت ابعت على الجروب واسأل. عايز تبعت على البرايفت برضه اسأل، بس هو يفضل على الجروب، بيفيد نفسك ويفيد غيرك، والموضوع بيبقى أحسن وأسرع. فخلينا دايما يعني زي ما اتفقنا إن احنا أي سؤال عندنا نسأله بدون أي تردد. فمبادرة الذكاء الاصطناعي بالعربي الحمد لله هي مبادرة تعليمية رائدة يعني تهدف لتعزيز مهارات الشباب المصري والعربي في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بشكل فعال في مختلف مجالات العمل. تمام. مركزين بشكل اساسي على خدمه طلبه الجامعه والخريجين وطبعا الباحثين دراسات عليا لحد اساتذتنا في الدكتوراه، والموظفين واصحاب المشروعات الصغيره. دول الفئه اللي هي معظمهم يعني هيستفيدوا بقوه كبيره جدا من الذكاء الاصطناعي. ولما دول يفهموا الموضوع كويس هيقدروا يعني يظبطوا الموضوع مع الناس اللي اعلى من كده، وهيقدروا في نفس الوقت هم في نفس الوقت هم اللي هيكونوا شغالين مع الناس اللي اقل من كده. فيعني احنا واخدين كده يعني رمانة الميزان، وبنحاول ربنا يكرمنا يا رب ويقدرنا ان احنا نقدر نفيدهم بالفعل ونوصل لهم معلومه واضحه ومفيده. هدفنا واضح ومحدد، هو تمكين الشباب في الفئه دي في فهم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي باسلوب عملي وبسيط وسهل. بعيدا زي ما اتفقنا وزي ما قلنا قبل كده عن اي خيالات او اي اوهام وصلتنا باي كان الشكل وصلتنا ازاي يعني. ده ببساطه جدا مبادره الذكاء الاصطناعي بالعربي. طبعا هي برعايه اي اكاديمي من ارابيك. دي الدعم الرئيسي للمبادره. المنهجيه اللي بنشتغل بيها المستر او الام اس تي ار، وزي ما اتفقنا ان هي 4 عناصر مترابطه: المايند سيت والستبس والتولز والريزلتس. اي موضوع تتناوله زي ما انت شايف كده في الرسمه في السبجكت، ابدا نعمل مايند سيت. شوف الاول الموضوع ده اصلا هو عباره عن ايه وايه مفهومه وايه فيه الصح وايه الغلط، وبعد كده ابدا ارتب الدنيا اللي انت عايز تعملها في خطوات الستبس. تمام، دي الاس.
وبعد كده شوف التولز اللي هتساعدك في انجاز او في تنفيذ الخطوات اللي انت حددتها بشكل صحيح عن طريق المايند سيت. وبعد كده عندك ريزلتس محدده بتبدا انت بتقيس ادائك بيها، وهكذا بتبدا برضو تلف في الدايره بحيث انك توصل لافضل نتائج ممكنه. ده بشكل بسيط جدا ازاي تقدر تتعامل مع اي موضوع بشكل عملي جدا وبسيط جدا. وايا كان الاداه اللي هتستخدمها اللي هتيجي في مرحله التولز، سواء كانت اداه بسيطه حتى من اول قلم الرصاص والورقه لحد ادوات الذكاء الاصطناعي، كلهم بيجوا معاك في مرحله التولز. فما تختزلش الدنيا او ما تخافش من التولز طول ما انت بتفكر كويس وعندك وفاهم موضوعك وشغلك كويس، وعندك خطوات واضحه ومحدده هتقدر تستفيد بالتولز ساعتها كويس جدا وتحقق نتائج ممتازه جدا. جميل. طيب ده بالنسبه لموضوع الام اس تي ار، السيره الذاتيه. وتعالوا نخش على طول للسيره الذاتيه مستهدف من التدريب دي. عايزين نعرف يعني ايه السيره الذاتيه، ايه الهدف منها، عايزين نعرف ازاي بتتكتب، هل سي في واحد يكفي لكل المهام والفرص، ولا انا كشخص محتاج لتعديل السي في بتاعي وفقا للمهمه والفرصه المتاحه. يعني انا يبقى عندي سي في واحد، انا كشخص عندي سي في واحد بس، ولا مطلوب ان انا يكون عندي اكتر من سي في؟ ده سؤال هنجاوب عليه من الاسئله اللي هنجاوب عليها النهارده من اهداف التدريب بتاعنا. آه، كيف يقرأ مسؤول الموارد البشريه او مسؤول التوظيف او البيزنس اونر السي في بتاعي؟ الناس بتقرأ السي في بتاعي ازاي عشان اقدر اظبطه ازاي عشان يقرأوه صح وبالتالي اوصل مفهومي عني صح؟ ازاي بتتم تصفيه السي في عشان اوصل للمقابله الشخصيه؟ طبعا احنا عارفين مش كل اللي بيقدم بيوصل للمقابله الشخصيه. ازاي الموضوع ده بيتم، وازاي عشان اقدر انا اخترق المرحله دي لمرحله المقابله الشخصيه او الانترفيو؟ ما الحل في مشكله الخبره لحديث التخرج؟ تمام. هنشوف ايه الحل اللي هو عشان اشتغل محتاج خبره، وعشان الخبره محتاج اشتغل. وده دايره كده مفتوحه بنحس ان احنا مش عارفين نطلع منها. هل في شكل موحد للسيره الذاتيه ولا في اشكال كتير؟ هنعرف ده برضو ان شاء الله مع بعض. بعد كده ايه المعايير الاساسيه لاخراج السيره الذاتيه؟ الاسئله دي او الاهداف دي ان شاء الله محتاجين نحققها مع بعض في ورشه عمل النهارده، بالاضافه طبعا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في ان احنا ننفذ الكلام ده. خلينا بعد كده ان شاء الله فيها اسئله واجابه عليها نوصل لفقره الاسئله. ايه السيره الذاتيه؟ ببساطه جدا يعني ايه سيره ذاتيه؟ السي في او السيره الذاتيه يعني ببساطه خالص انت على الورق. انت على الورق. البديل بتاع السيره الذاتيه قبل السيره الذاتيه كان ان حضرتك تيجي مكان الشركه او مكان المدرسه او مكان المؤسسه او ايا كان المكان اللي هتوظف فيه، وبيحصل اول لقاء اللي هو والله عندكم شغل؟ عندنا شغل. طيب حضرتك والله طيب في خش تقابل استاذ فلان او دكتور فلان عشان تبدا معاه او تشوف الموضوع عامل ازاي. حلو. دي كانت مرحله. وبعد كده بتدخل وتشوف بقى مين الشخص ويتعرف عليك وهكذا، ويسالك شويه اسئله والكلام ده عشان يتعرف عليك. حلو. طيب المرحله اللي بعدها كانت تروح المكان تملى استماره كده فيها شويه بيانات هم عايزينها، وبعد كده هم يكلموك. او لو انت مثلا سعيد الحظ انك انت هتدخل مباشره، دي كان يبقى حظك حلو فيها يعني، بدل ما تروح وترجع مره ثانيه في يوم ثاني. حلو. طيب بعد كده ظهر موضوع السي في او السيره الذاتيه، او اعمل لنا السيره بقى وابعتها لنا وقبل انت ما تيجي خالص. ولو احنا شفنا السيره الذاتيه كويسه هنبعت لك، مش محتاجه او مش كويسه او مش مناسبه خلاص والله مش هنكلمك. حلو. طيب اذا احنا دلوقتي في مرحله السيره الذاتيه. انت على الورق، معنى كده ان انا مطلوب مني ان انا اعرض نفسي بشكل كويس جدا على الورق في السي في بتاعي، عشان لما ابعته لمكان الفرصه او المكان اللي فيه شغل يمسك السي في يقراه كويس، فيختارني او على الاقل هيوصلني لمرحله الانترفيو. وده وظيفه السي في، ان هو يوصلني لمرحله ايه؟ لمرحله الانترفيو. في الانترفيو بقى دي قصه ثانيه. حلو. بس احنا دلوقتي مركزين على مرحله السي في، ازاي اكتب نفسي على الورق بشكل كويس، وازاي لما الشخص المسؤول التوظيف
ايا كان هو الاتش ار مانجر او موظف مسؤول توظيف، او البيزنس اونر او صاحب العمل نفسه هو اللي ماسك الموضوع او عمليه التوظيف. لما يمسك السي في بتاعي يقول الشخص ده باين عليه هو اللي احنا عايزينه، هو اللي احنا عايزينه. ركزوا قوي في الكلام اللي انا بقوله ده، لان هي بيحدد معانا المفاهيم اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. لما يمسك السي في بتاعك بيقول ايه؟ الشخص ده واضح ان هو الشخص اللي احنا عايزينه. تمام. وبالتالي يقول كلموا الشخص ده خليه يجي انترفيو، نتكلم بقى ونشوف القصه عامله ازاي. حلو. تمام. وفي سي في تاني هيشوفه، لا السي في ده مش اللي احنا عايزينه، السي في ده مش اللي احنا عايزينه، السي في ده مش اللي احنا عايزينه. حلو. الفرق ده من ده ان السي في هو لسه لا شافك ولا شاف الشخص الثاني اللي هو كاتب السي في الثاني. بس هي الفكره ان واحد كاتب نفسه مظبوط على الفرصه، واحد تاني لا مش كاتب نفسه مظبوط على الفرصه. وخلي بالنا بتحصل كتير جدا في الواقع، ممكن يبقى صاحب السيره الذاتيه السيئه هو في الحقيقه كويس واحسن من صاحب السيره الذاتيه المظبوطه، ككفاءه او كشخص عملي، كشخص عمليا احسن. لكن كتابته للسيره الذاتيه للشخص الجيد ده او اللي هو القوي او المفروض اللي هو مناسب، كاتب السيره الذاتيه مش مظبوط، فوصل صوره عنه مش مظبوط فاتفلتر من اول مرحله. الثاني مستوى نص نص او متوسط، بس كاتب السيره الذاتيه بتاعته كويس او عرض نفسه كويس على الورق، وبالتالي صاحب الشغل او مسؤول التوظيف لما شافه قال باين عليه ان هو ده اللي احنا عايزينه. في الحاله دي هتلاقي الشخص الثاني اللي هو المفروض اقل منك في المستوى راح الانترفيو وانت لا، وانت اتفلترت من اول مرحله. تمام. ده كده معناها انك انت مش كاتب نفسك او مش عارض نفسك كويس على الورق. فده معنى ببساطه انت على الورق لما يكون عند انت معرف نفسك كويس على الورق، هتعرف توصل او توصل للفرص اللي انت محتاجها، او تعرف تقنع بالورق بتاعتك بس او بالسي في بتاعك بس، وتقنع الشخص المسؤول التوظيف انك الشخص المناسب للفرصه دي. جميل. فده معنى ببساطه جدا يعني ايه سي في. هو انت على الورق محتاج نظبط الكلام ده او نظبط تعريفك على الورق عشان نقدر نوصل الرساله للمسؤول عن التوظيف في الفرصه دي انك تكون الشخص المناسب للفرصه. حلو. طيب توضيح بسيط، او بمعنى انك بتحصل كل اللي عايز تقوله لصاحب العمل او مسؤول التوظيف عنك، وبتقدمه في شكل مكتوب ومنسق جيد. جميل. ده عشان هو اول فرصه، اول التقاء ليك بصاحب العمل او مسؤول التوظيف هو عن طريق السي في. فلو قدرت تعرف نفسك مظبوط خلاص انت عملت باص او عديت المرحله دي. ما عملتش ده او السي في بتاعك مش معمول بشكل كويس، خلاص انت اتفلترت من اول مرحله حتى لو انت على الحقيقه شخص كويس. حلو. هتقولي طب ما هو المفروض ومش المفروض، هو ده اللي بيحصل، ده السيستم اللي ماشي. الطبيعي عايز سعادتك تاخد فرصه تمشي على السيستم اللي ماشي اصلا في الشغل. عايز بقى اصل هم المفروض يكلموني الاول واصله والكلام ده هيبقى خلاص، يبقى انت الخسران في الاخر، لان محدش هيعمل كده. مجال الشغل والشركات الناس بتيجي ورا بعضها، يعني الناس كل واحد فيهم بيجري ورا نفسه حرفيا. مش بيجري ورا بعض بس، ده بيجري ورا نفسه عشان يخلص، فهو عنده ستيبس او خطوات بيحاول يحقق بيها افضل نتائج ممكنه في اقل وقت ممكن، وعايز اكتر حاجه تساعده على النقطه دي. فكل ما انت تقدر تساعده في النقطه دي كل ما هتبقى انت مرحب بيك جدا في بيئه العمل ككل. وكل ما يكون العكس هتلاقي انت نفسك اوت بره بيئه العمل. تمام. ده بخصوص يعني ايه سيره ذاتيه. طيب الهدف منها هيبقى واضح من اللي احنا قلناه ده ببساطه، ان انت الواضح من السي في بتاعك او الهدف منها انك بتثبت كفاءتك المهنيه والشخصيه. نركز على الاثنين دول، في كفاءه مهنيه وكفاءه شخصيه. الكفاءه المهنيه اللي هي التكنيكال تخصصك شغلك، والكفاءه الشخصيه اللي هي الاتيتيود او اخلاقك او سلوكياتك الشخصيه. لازم تكون مركز انك تعرض الجزئين دول، وانك الانسان المناسب او الانسب للمهمه او الفرصه المقدمه للشركه او الجهه. ودي برضو يعني من الكلام اللي احنا قلناه في الاول ان احنا مش كل الناس بتتقبل. حلو. هي المطلوب وظيفه محدده، هنفترض ان هي وظيفه واحده بس عشان نبسط المفهوم ونقدر نفهمه بشكل كويس، مش اكتر من وظيفه، لا هي وظيفه واحده بس تقدم عليها هنقول 1000 واحد. حلو. هل انا من منطقي كحد مسؤول عن التوظيف هقعد اقابل انترفيو ل 1000 واحد؟ مستحيل. لا الوقت
ولا العمر ولا سوق العمل ولا طبيعه يسمح بالكلام ده خالص. وبالتالي انا باول حاجه بعملها بطلب سيفيهات. جالي 1000 سي في وليكن، ببدا افلتر ال 1000 سي في، عايز اوصلهم بحد اقصى ل 10 سيفيهات، لان انا في الاخر احتاج منهم واحد بس. حلو. وبالتالي يبقى انا في الاخر محتاج واحد من ال1000. طيب ده اوصل له ازاي؟ اقدر اوصل له عن طريق او مجموعه من الخطوات. اول حاجه بعلن جمعت السيفيات 1000 سي في، بعد كده بفلتر. طبعا طرق الفلتره دي ما تخصناش احنا، هتخصه هو، ماشي، لها ادواتها برضه ولها طرق بتاعتها. المهم في الاخر هيوصل لماكسيمم اكتر حاجه 10 سيفيات، ممكن اقل كمان. هم دول اللي هيعمل معاهم انترفيو ويختار منهم واحد. حلو. فمهمه السي في ان هي تنقل لي من ال1000 لل10. حلو. وبعد كده مع ال10 بقى انا المفروض انا بنافس في ال10 بس في الانترفيو، ودي قلنا زي ما ليها مهارات ثانيه، وهنتكلم ان شاء الله ممكن نعمل ليها ورش عمل او ورشه عمل ثانيه بشكل مستقل. يبقى ده كده هدفك من السي في بتاعك. زي ما اتفقنا هتثبت كفاءتك المهنيه والشخصيه، وانك الشخص او الانسان المناسب او الانسب. حلو، ده المهم. ونخلي بالنا في النقطه دي، المناسب او الانسب، ان في وظيفه محدده ليها شخص بمواصفات محدده. حلو. اللي اقل من كده من المواصفات هيكون غير مناسب، واللي اعلى من كده كمواصفات برضه هيكون غير مناسب. هو ايه ده؟ هو انا ممكن ابقى اقدم مثلا على وظيفه واترفض عشانها حلو؟ اه. اه جدا كمان يعني. ماشي. يعني وده بنسميه او بتصنف حاجه اسمها اوفر كواليفاي. اوفر كواليفاي يعني حد فوق المطلوب. ممكن انت تكون شاطر بزياده، او يعني مش بزياده يعني انت ما فيش منك في الكوكب، لا، بزياده يعني ايه؟ بزياده عن المطلوب في المهمه دي. حلو. يعني مثلا هضرب مثال عشان يبقى الدنيا واضحه. احنا محتاجين مثلا وليكن مثلا فرد امن. حلو. بمرتب مثلا وليكن بمرتب مثلا 2000 جنيه. حلو. حط له شروط ان هو يكون معاه ماكسيمم اعداديه او دبلوم. ده الماكسيموم، هو من الاعداديه للدبلوم، او ممكن كمان ما يكونش متعلم خالص. ليه؟ هي الفرصه او الشغل او الشركه، هو دي طاقه الوظيفه فيها، ايا كان بقى بعد اي حاجات تانيه. دي طاقه الوظيفه فيها، ده المطلوب. حلو. انت مثلا راجل خريج جامعه، حد محترم خريج جامعه شاطر جدا او جايب امتياز او ايا اللي عندك مواصفات عاليه. حلو. ورحت قلت عشان الظروف وبتاع والقصه دي ما فيش مشكله، هو يعني نرضى بالهم وخلاص، بس ايه احسن من قاعده. ورحت مقدم السي في بتاعك انك انت خريج جامعه و مواصفاتك الطبيعيه، انت ما كذبتش يعني ولا حاجه. حلو. ورحت مقدم السي في بتاعك. الطبيعي في الحاله دي، الطبيعي جدا انك انت تترفض. ازاي ده؟ انا يبقى انا رضيت بالهم والهم مش راضي بيا؟ لا، هي الفكره مش كده. الفكره ان هي المؤسسه او الشركه هي مجموعه من العناصر لازم تكون متكافئه ومتناغمه مع بعضها، وكل واحد على قد عارف انت مقاس كده، على قد مقاس وظيفته، وظيفته على قد مقاسه. لو جبنا واحد اقل من الوظيفه هيبقى الوظيفه واسعه عليه، ولو جبنا واحد اعلى من الوظيفه هتبقى الوظيفه قليله عليه. وفي الحاله دي هتلاقي الدنيا مش مظبوطه. فافضل سياق للشكل التنظيمي في اي مؤسسه في اي منظمه صغيره او كبيره، ان احنا نعمل وظائف محدده، ونجيب اشخاص على مقاس الوظائف، لو ولا اعلى ولا اقل. حلو. ده طبعا بشكل مبسط جدا عشان انت تبقى فاهم. انت لما بتتكلم مع الجهه او مع الشركه، تبقى انت فاهم هم بيفكروا ازاي. ده كده طريقه تفكيرهم. هو بيفكر بالشكل ده، هو ده اللي عايز يعمله. فانت عشان لو انت مصمم انك انت تدخل المنظومه دي، عارف انت ايه اللي هو لازم تظبط نفسك، ولو عندك زيادات تقصها عشان تقول لهم والله بصوا انا بالظبط انا احسن حد، انا احسن حد انتوا ايه محتاجينه يعني. حلو. لو انت عايز او انت مصر انك انت تدخل مكان زي كده، يبقى لو انت عندك زيادات تقصها، ولو عندك حاجات يعني ناقصه شويه تحاول تكملها. جميل. فانت تبقى فاهم ايه القصه او الموضوع، هم بيفكروا كده. فكده انت تقدر ايه تعمل سي في يقنعهم انك انت الشخص المناسب او الانسب للمهمه المقدمه. في مثال الامن زي ما شفنا كده، في ناس هتبقى اوفر كواليفاي فهترفض، وفي ناس ممكن يبقى داون كواليفاي اللي هو مثلا هو مثلا طالب سن ما يقلش عن 18 سنه، جاي واحد
14 سنه، 15 سنه، 16 سنه، او 17 سنه. حلو، ده داون يعني في مواصفه من المواصفات هو قليل فيها عن المطلوب، فده اقل من المطلوب. حلو، وفي تاني ناس اعلى من المطلوب. انما اللي في المطلوب هو الشخص مثلا اللي هو من 18 مثلا ل 25 سنه وليكن، نفترض ان هي دي المواصفات، ويكون مؤهله مثلا من ابتدائيه لحد دبلوم بالكتير في الرينج ده. وان هو هيكون مرتبه طبعا متحدد له مرتب من قبلها، ان هو مثلا ايا كان بقى 2000 3000، هنفترض مثلا ان هم وليكن فور اكزامبل يعني هم 2000. ماشي، يبقى شخص بالمواصفات دي. حلو، اللي اعلى من كده هيبقى مرفوض، واللي اقل من كده هيكون مرفوض. نفس القصه بتتقاس على المدير. احنا عايزين مدير ومواصفات 1 2 3 4، ومؤهلات 1 2 3 4، بخلفيه 1 2 3 4، بمرتب 1 2 3 4. جميل. اقل من كده هيبقى مرفوض، واعلى من كده هيكون مرفوض برضه. حلو. فهي الموضوع من الامن للمدير نفس المسطره بتمشي على الكل. جميل. ده بالنسبه لمين الهدف من السي في. ليه اصلا موضوع السي في؟ وعشان كده لما انا اظبطها او انا بكتبها بقى، احنا نيجي نقطه مع ازاي اكتبها. يبقى ايه؟ يبقى انا عارف انا بكتب ايه وليه وازاي. طيب الخطوه الاولى طبعا بتجمع بيانات سعادتك الاول، من اول بياناتك الشخصيه لكل بقى بياناتك الشخصيه، بياناتك التعليميه، خبراتك اللي مريت بيها قبل كده، او اي مشاركات او اي انشطه، سماتك الشخصيه، افضل حاجه عندك تجمع بياناتك. بعد كده بتحدد مميزاتك وقدراتك. اكيد كل واحد فينا عنده نقط قوه. في حد عنده تواصل كويس جدا، في حد عنده مثلا يعني سمات مختلفه. في حد بيحب يعني بيبقى مبدع شويه في موضوع الرياضه مثلا، في حد مبدع شويه في موضوع الرسم، في حد مبدع في مواجهه التحديات، او ايا كان. في حد، كل واحد مننا في مميزات بتميزه عن غيره بشكل ما، او عن كتير من غيره. يعني ممكن يكون في زيه بس على الاقل يبقى انت مميز عن مجموعه من الناس. عندك ميزه واضحه وانت نفسك شايفها، عشان ده بيبان في كلامك مع الناس. حلو. بعد كده بتحدد مميزاتك وقدراتك، تبدا ايه تنظم بياناتك بشكل ايه بشكل كويس. بعد كده توثق البيانات دي اللي هي بقى عندك موضوع الشهادات. عشان كده الناس في البدايات بالذات، في بدايه شغلها بالاخص، بيركز ان هو يكون عنده سي في وعنده شهادات خاصه بالكورسات اللي خدها، عشان يبقى عنده توثيق للبيانات دي. ده بالنسبه لموضوع ازاي يكتبها. ده كده دي بس الخطوات 1 2 3 4. جميل. حلو. بعد كده عندنا اخراج السيره الذاتيه. الشكل النهائي بقى انك تطلع سيرتك الذاتيه بشكل ما، او على تمبلت محدد. تمام. بشكل ده او اي شكل تاني، ده بيبقى مجرد شكل اخراج. طيب بالشكل ده مبدئيا كده، حابب اسمع منكم اجابه على السؤال ده في الشات كده. يا ريت تقولوا لي، هل انا كشخص اعمل ليا سي في واحد وارميه او ابدا ابعته لاي فرصه لاي جهه في اي مكان، ده السي في بتاعي؟ ولا الطبيعي ان انا يكون ليا اكتر من سي في، وكل سي في يبقى اوديه في مكان معين حسب الفرصه اللي فيه؟ محتاج مشاركتكم معايا في الشات. دكتور مسار بتقول اكتر من واحد، اكتر من سي في. جميل. حسني بيقول يكون في اكتر من سي في. مين تاني؟ اسلام اكيد اكتر من سي في. جميل. في معانا لسه عرفة، وفي اشرف، ف... وفي نصيفة. صح، نصيفة. عرفة بيقول كل السي في حسب الوظيفة. جميل. طيب بالفعل زي ما احنا شفنا برضو في السياق اللي فات، احنا بنقول ان كل فرصة ليها مواصفات، والسيبات اللي جاية عايزين منها المطابق لمواصفات الوظيفة. حلو. اذا انا لو عايز الوظيفة دي، يبقى انا هبص على الوظيفة الاول، الشروط بتاعتها، في ضوءها ابدا اعمل ايه؟ ابدا اعمل السي في بتاعي. يعني اخد السي في بتاعي اجي معدله على الشروط الموجودة في الجزئية دي. جميل. ومن النقط اللي زي كده يعني، كان من المشاكل اللي قابلت ناس وكلموني فيها، والحمد لله يعني اقترحت عليهم ساعتها حل، والحمد لله رب العالمين جاب معاهم نتيجه. في فكره مثلا ان حد
يكون بيقدم على وظيفه في القاهره وهو اصلا مش قاعد في القاهره، او كان قاعد في القاهره مثلا ورجع بلده وخلاص خلص دراسته او حاجه او ايا كان ورجع، وهو بيقدم على فرصه، بس الفرصه مطلوب فيها ان هو يكون، يفضل او شرط ان هو يكون موجود في مثلا من سكان القاهره. حلو. طيب في حد يقول لي، طب يقول لي يا دكتور يا دكتور لما انا لو بعت انا هقول لهم انا مش في القاهره، فيبقى انا كده هترفض، يبقى انا بعت ليه؟ انا خلاص ماليش دعوه ان انا اروح او ان انا ابعت السي في اصلا يعني. اقول له طيب يعني انت بالنسبه لك اهم حاجه الفرصه مناسبه والكلام ده كله؟ يقول له اه مناسبه. حلو. اقول له طيب بالنسبه لمشكله القاهره دي سهله، انت بشكل بسيط جدا ممكن هتكتب في السي في انك انت من سكان القاهره، وقبلها طبعا بساله، بس انا دخلت في النقطه الاولى عشان عارف ان هو بيبقى عنده القدره ان هو يسكن في القاهره. مثلا هو المطلوب مثلا يكون من سكان القاهره او وليكن من سكان مدينه نصر. اجي اسال الشخص السؤال الاول، اقول له انت دلوقتي لو الفرصه دي جات لك هل تقدر تسكن في مدينه نصر؟ يقول لي اه انا عندي مكان واثنين، او يعني اقدر اتصرف في سكن هناك. يعني اقول له خلاص يعني طالما تقدر تنقل، ما عندكش مانع يعني في حياتك يمنعك انك تروح، وعندك وكمان قادر انك انت توفر سكن في يوم او اثنين او ثلاثه، تيزي يعني الموضوع بقى بسيط وسهل. خلاص يبقى انت كده ايه، اكتب انك انت من سكان، اكتب كده على طول، اكتب انت من سكان ايه، من سكان القاهره، مفيش اي مشكله خالص. جات لك خلاص انت هتروح وتعمل انترفيو خلاص لحد ما تخلص من سكان القاهره، اه من سكان، ساكن فين؟ ساكن في مدينه نصر. حلو. جميل جدا. فخلاص فانت هتخلص امورك على كده، الفرصه جات لك وربنا كرمك وتمت عليك وتمت معاك كده الموضوع، خلاص يوم في الثاني انت ساكن في مدينه نصر. الموضوع سهل جدا وبسيط. فايه والحمد لله ناس يعني عملتها وخدوا الحمد لله بسببها فرص، برضو فرص اشتغلت معاهم يعني. فهي الفكره مش دايما الامور مش مسطره واحده او كلها باللازم وكلها لازم تبقى، لا يعني في حاجات كده بتاع يعني فيها مساحه من المرونه. وبرضه بعيد عن الكذب، عشان طبعا موضوع الكذب مرفوض تماما في موضوع السي في او حتى في الانترفيو، عشان بيبان وبيظهر بعد كده في ما ظهرش حتى في الانترفيو، وده بيظهر بنسبه كبيره جدا. اللي بيعدي من الانترفيو من الكذب بيظهر على طول في بدايه الشغل، وطبعا في اول 3 شهور المفروض ان هم في مرحله اختبار. حتى لو انت عديت خلاص يعني خلال 3 شهور في اي وقت يقول لك ما والله ما غير مناسب، ايا كان ايه السبب، سواء وضحوا لك برضه او ما وضحولكش، وفي الاخر بتبدا ايه خلاص ممكن يقول لك والله يعني الموضوع مش مناسب معانا يعني وهكذا. فهي الفكره ايه اللي هو الكذب مرفوض تماما، لكن حاجات زي كده دي مستوى من المرونه في التفكير. وطالما عندك القدره، ما عندكش مانع حقيقي عشان يمنعك، وعندك القدره في ده، خلاص يبقى انت قادر تعمله، يبقى اكتبه انك انت ايه ان هو موجود. دي فكره ان يكون عندك سي في، وانك انت عندك يكون عندك معايير، او السي في بتاعك بيتبني على معايير الوظيفه. محتاج طبعا يكون كل وظيفه تقدم عليها يكون ليها سي في عندك، او بيتكيف على اساسها وتبعته قبل ما تبعته. طيب ازاي بيقرا مسؤول الموارد البشريه او التوظيف السي في بتاعك؟ وزي ما قلنا برضو في السياق هتلاقي ان موارد البشريه او مسؤول الموارد البشريه او مسؤول التوظيف او اللي بيدور على شخص يوظفه، هو مش بيدور على اي شخص، ومش بيدور على شخص طيب، مش بيدور على شخص مثلا اخلاقه حلوه وخلاص. لا مش كده. هو بيدور على شخص يقدر يؤدي وظيفة محددة، الوظيفة دي فيها مهام 1 2 3 4. جميل. هو ده اللي بيدور عليه. فلما يلاقي شخص كويس، أخلاقه كويسة، تكنيكال، كفاءته التكنيكال كويسة، بيقدر ينفذ المهام دي، يبقى هو مناسب للوظيفة دي. غير كده بعيدا، احنا بناخد الموضوع يعني باكس وواي واكس يعني، بعيد عن اي اشخاص، عن محمد وعين او يعني او زيد وعبيد من الناس، لا خالص. احنا بشكل مجرد تماما على الورقه كده احنا محددين عايزين 4 وظائف، الوظائف دي الوظيفه دي 1 بتعمل كذا، 2 كذا، 3 كذا، 4 كذا. 1 دي مواصفات الشخص بتاعها 1 2 3 4، هو ده اللي احنا بندور عليه، وبناء عليه بنبدا ندور. تمام. الثانيه وهكذا في كل الوظائف نفس الموضوع. فلما انا امسك بقى كمسؤول موارد بشريه او مسؤول توظيف، ودي الحمد لله انا عملتها في اكتر من شركه، سواء بالاشراف عليها او بان انا عملتها بشكل مباشر. انا بمسك السي فيات، انا قدام عيني او اول حاجه محتاجه انا عايز اشوفها هي مواصفات الشخص اللي بتقول ان هو مناسب. لا عايز يعني مش بالاولويه ان انا اشوف اسمه، ومش بالاولويه حتى ان انا اشوف باقي التفاصيل بتاعته. انا عايز اشوف اول حاجه ان هو مناسب للي انا عايزه.
بعد كده اشوف باقي التفاصيل واشوف هو مين قاعد فين ساكن فين، وهكذا باقي التفاصيل. الموضوع بقى فيه اولويات بالنسبه للشخص اللي قاعد مركز عايز ينجز المهمه اللي عنده. وبالتالي لازم تكون مهمتك انت نفس القصه، او بتفكر بنفس الموضوع، انك عارف هو بيدور على مين وبتظهر له اللي هو محتاجه في الاول. يعني مفيش مانع جدا ابدا، بالعكس ده مطلوب. ان حضرتك مثلا انت اشتغلت مثلا طلعت من الجامعه، وانت في الجامعه اشتغلت مثلا مع اي انشطه خيريه او جامعات خيريه مثلا، جامعات رساله او اي جمعيه من الجامعات الموجوده، وعملت انشطه خيريه، ضربت مثلا معاهم ايه، انت مثلا كنت في قسم الرياضيات، ورحت ساعتها اديت معاهم دروس للطلبه كده بشكل مجاني في جمعيه من الجمعيات، ولكن مثلا جمعيه رساله او جمعيه شرعيه، او جمعيه من الجمعيات ايه المعروفه. حلو. طيب، وبعد كده رحت اشتغلت بعدها في الجمعيه برضو جمعيه، بس انت في الجمعيه الشرعيه اشتغلت شويه في تدريس الرياضيات، واشتغلت شويه في هنفترض مثلا هم عندهم حاجه بيبيعوها، وليكن يعني كده مش موجود قوي، بس يعني هنفترض ان هو عندك حاجه في المبيعات فرضا يعني. فهم فانت اشتغلت هنا شويه واشتغلت هنا شويه كمدرس رياضيات شويه، واشتغلت ايه مبيعات شويه. حلو. طيب، انت دلوقتي بتعمل سي في لمدرسه عشان تقدم على وظيفه مدرس رياضيات. لما تيجي تعمل السي في بتاعك، لو رتبناه من الاحدث للاقدم وليكن، يبقى نحط شغل المبيعات في الاول كاكسبيرينس او كخبرات، وبقى كان نحط بعدين مين؟ بعدين تدريس الرياضيات. لو قلنا بقى ان هنرتب السي في او بياناتك من الاحدث للاقدم، ودي يعني هتلاقي مدرسه من مدارس السي في بتتكلم في نقطه زي كده. حلو. طيب في الحاله دي السي في هيروح للمدرسه، السي في عايزه مدرس ولا عايزه بياع؟ عايزه مدرس. فرقم واحد هي محتاجه تشوف مين؟ تشوف مدرس او واحد خريج او مؤهل مدرس، واشتغل قبل كده او عنده مهارات في التدريس. حلو. وفي الحاله دي يبقى انا هاخر المبيعات لتحت، بل بالعكس انا ممكن احذف المبيعات تماما من السي في بتاعي. ايه ده، هو ممكن احذف انا حاجات من السي في بتاعي؟ ممكن تحذف حاجات من السي في بتاعك ومش اي مشكله خالص. نفس الفكره على فكره لو انت بتقدم بقى، لو انت قررت انك تكمل مبيعات وهتقدم على فرصه مبيعات، هتلاقي في القصه التدريس مش لا مالهاش علاقه بالموضوع، تيجي حاسب في التدريس وتبقى مركز بس على ان انت مبيعات بس، واشتغلت مبيعات قبل كده في المكان الفلاني. حلو. اللي هو بتشوف الفرصه او المكان اللي انت بتقدم على الفرصه فيه محتاج ايه، وبتحط في بيانات السي في بتاعتك اللي هم محتاجينه. ده عندك وده عندك، لكن انت عايز السي في بتاعك يوصل رساله واضحه ومباشره وسريعه انك انت الشخص المناسب اللي انت ايه اللي هم بيدوروا عليه. فعشان هو بيقرب بنفس القصه، بيقرب المفهوم ده. حلو. وبالتالي كده هو بيبص على السي في بتاعك، بيبص لو ليه ايه، أو انا بتاع المدرسه هو عايش حياته كلها في التدريس، هو عينيه هتقرا اول حاجه ليها علاقه بالتدريس، لقط مبيعات هيجري يعمل السي في بتاعك على جنب ويشوف اللي بعده. الموضوع في ثواني، مش بياخد بقى يمسك يفصص، ويا ترى انت قصدك ايه من الكلمه دي، او قصدك ايه من الموضوع ده، طب انت قصدك، طب هل كان قصدك هنا حلو، لا قصدك هنا وحش. ما فيش وقت اصلا يعمل الكلام ده. هو بيبص سريعا كده تشيك كده، ممكن في جزء من الثانيه يكون قلب السي في بتاعك. فلازم انت في النص، في جزء من السنه ده تبقى انت قايل له لا انا مدرس. حلو. اه مدرس، مؤهلته تدريس، اشتغل قبل كده في انشطه كذا كذا. طب هو ساكن فين؟ لا ساكن في القاهره. تمام مظبوط. اسمه ايه؟ اسمه كذا كذا. خلاص اركن ده على جنب، هنخش ايه انترفيو. حلو. هو السي في بتاعك انت لو انت كاتب مثلا مبيعات وبتاع والكلام ده كله فيها تدريس برضه، هي كل اللي عندك. لا بياع، لا مش عايزين بياعين، احنا عايزين مدرسين. في الحاله دي اولى اتقبلت، في حاله ثانيه اترفضت، مع ان انت نفس الشخص. الفكره في ان انت كاتب ايه في السي في بتاعك، وان الشخص ده بيقراك ازاي. فدي فكره ازاي بيقرا مسؤول الموارد البشريه. هو عنده اولويات بيقرا عليها السي في بتاعه من اول الوظيفه لباقي الشروط والمعايير اللي هو محددها اصلا للوظيفه بتاعته. طيب بعد كده يبدا يصفي السي في اللي وصلته عشان نوصل للمقابله الشخصيه. حلو. بعد كده اول حاجه جمع المدرسين، قول لهم مثلا من ال 1000 وليكن مثلا طلعوا 100 فرضا. بعد كده في 100 عندي مدرسين، انا عايز الناس اللي ساكنين في القاهره مدينه نصر. ليه مثلا من ال 100 مدرسين؟ حلو. من سكان الجيزه، يعني مثلا ليه 20 من الجيزه؟ خلاص اللي الجيزه دول مدرسين او حلوين وشاطرين، بس اركنهم على جنب مش تبعنا، احنا عايزين ناس من القاهره. القاهره. طيب الناس مثلا هو في مدرسه مثلا في مدينه نصر،
يبقى في ناس مثلا من اطراف القاهره، خلاص احذف اطراف القاهره، تك تك تك، نقرب، كل ما يكون نقرب كل ما يكون احسن، عشان ما يتاخرش بقى كل يوم وبتاع ويقول لنا مواصلات والقصه والحكايه والروايه والقصص دي كلها. تمام. يبقى وصلنا مثلا في الاخر ل 15 سي في، انا عايز 10 برضه بس، 15 دول قريبين من ميتاس او من قريبين من حواليها، وابدا ايه اشوف ايه باقي خمسه عايز اشيلهم. هو انا التاسك بتاعتي كده قاعد مسؤول توظيف، في خمسه من دول عايز اشيلهم عشان اخلي 10 بس. وبالتالي هبدا اشوف بقى، ابدا في الحاله دي ببدا ادقق مين يشتغل اكتر من مين، مين باين عليه مثلا في الخبرات بتاعته او في الكتابه بتاعته ان هو منظم اكتر، مين مهتم، مين مثلا خطه حلو، مين خطه وحش، باقي المواصفات دي. حلو. الكلام ده لو كل ما يبدا يركز هيبدا يصفي لحد ما يصفي برضه مين الخمسه الباقيين. ايا كان بقى السن، ممكن يصفيهم على السن، لا ده سنه اكبر، ده 30، ده فوق ال 30، خلاص اطلع طلع فوق ال 30 ده. انا عايز اللي هو ايه لسه في العشرينات من 26 مثلا ل 29، يبقى اللي فوق ال 30 اطلعه. حلو. كل ده اللي بيخليه ياخد قرارات ايه، هو عارف الوظيفه اللي عنده محتاجه ايه، وبالتالي بيبدا يفلتر بناء عليه. وعشان كده بقول لك السي بتاعك بيبدا من مرحله انك تشوف الوظيفه المنشوره ايه، والمعايير المطلوبه فيها والشروط المطلوبه فيها. ده بالنسبه للتصفيه. فالموضوع بيتم تصفيه وفقا لاولويه ايه الشروط المطلوبه او المناسبه للوظيفه في الشركه او في الجهه دي. تمام. فانت بتحاول تحافظ على نفسك لحد مين، لحد اخر تصفيه. الحل في مشكله تحديد الخبره حديث التخرج، ودي زي ما قلنا من شويه ان احنا لازم الحل فيها بيكون انك يعني احنا عندنا في الكورسات بتاعتنا بنحاول يكون في تدريب، وفي تدريب عملي. حلو. فانت اتدربت وخدت كورس واتدربت عملي، ومؤخرا الحمد لله بقينا ندي فرصه ان الناس تشتغل في آه، مشاريع حقيقيه، وبالتالي يبقى هو اتدرب ومعاه شهادته وكمان اشتغل، يعني عنده يقدر يعمل بروفايل او بقى عنده خبره ويقدر يكتبها في السي في، ويكون مثبته في السي في ان هو اشتغل في نفس الوظيفه دي او في نفس المهمه اللي متدرب عليها، اللي معاه فيها شهاده، اشتغل في مكان او اكتر من مكان كمان. فيقدر لما يقدم في اي مكان تاني خلاص بقى يقدر ياخد اول خطوه. فدي قصه مشكله حديث التخرج. طيب لو انت خدت كورساتك وجاهز، اتطوع في اي مكان، اتطوع في اي مكان وقول لهم انا جاي اشتغل معاكم متطوع. حلو. ما تقولش انا جاي عشان والله مش لاقي مكان يقبلني، ف اللي هو انا مضطر بقى غصب عني اجي اشتغل معاكم شويه وبعد كده امشي. لا يعني هو دي حتى ده البرزنتيشن اللي احنا بنقول عليه، وانت بتقدم نفسك ما تبهدلش نفسك يعني. لا يعني عزز نفسك شويه، اللي هو والله انا جاي حابب اتطوع معاكم في تدريس مثلا رياضيات زي المثال اللي خدناه من شويه. طيب احنا ما عندناش رياضيات مثلا او ما عندناش، هو ما فيش مشكله لو ممكن اساعدكم ان احنا نعمل فصل من اول وجديد. حلو. لا والله ما احنا مش في الخطه وبتاع والكلام ده كله، اللي هو ايه المشكله نجرب يعني. يعني خلي قلبك تقيل شويه، يعني خليك يعني رخم شويتين شويتين صغيرين، يعني ما تكترش قوي عشان ايه ما يحصلش ايه عكس عكس اللي احنا عايزينه. يعني عايزين يكون في قبول، لكن طبعا الخامه بالزياده هتعمل رفض، تعمل نتيجه عكسيه. لكن هو ايه بيسموها كده في الكتب ان هو خاصه لما جاء بتوع المبيعات يقول لك ايه خلي جلدك سميك، يعني ما تبقاش حساس بزياده. مجرد ما حد يقول لك لا خلاص فايه فلا شكرا انا اقفل على كده. لا يعني اللي هو ايه حاول مره ثانيه بشكل ثاني بطريقه ثالثه باسلوب جديد، لحد ما تلاقيه له خلاص هو فعلا ما عندوش قدره او ما عندوش او عنده مشكله او هو المهم هو بره الموضوع بتاعه خالص. وهو لو ده اترفض او لو جمعيه مثلا ما وافقتش، في جمعيه ثانيه وثالثه ورابعه، اللي هو برضه انت مش ما تقفش عندها وهكذا. فدي الفكره انك انت لما تتحرك تقدر تحل لنفسك مشكله ايه الخبره. لو انت مثلا ده بالنسبه لخصوص الجمعيات. بالنسبه مثلا لو شركات صغيره او انت عايز مثلا تبدا مبيعات، عايز تبدا تسويق، عايز تبدا تصميمات، مثلا كتصميمات تبدا تصمم تعمل تصميمات لنفسك، تصميمات لاصحابك، تصميمات لاي حد تعرفه ببلاش يعني كده، لحد ما خلاص تبقى اتمكنت بقى شغلك يبدا يظهر، بقى عندك اللي هو ايه اعمال سابقه تقدر تعرضها.
بس حاول دايما يكون حاجه ايه، يعني حاجه شغل، بحيث انها تبقى حاجه ليها قيمه، وهكذا. تبدا تتطور مع حد تقول والله طب انا ممكن اساعدك في شغلك ده، ربنا يوفقك وانا هساعدك فيه، اعمل لك التصميمات اللي انت عايزها وهكذا. المهم يعني هي اول الطريق لازم بيكون كده وهكذا. فده بالنسبه لحل المشكله بتاعت حديثي التخرج. في شكل موحد للسيره الذاتيه؟ طبعا ما في شكل موحد متفق عليه. الهدف واضح ومحدد، لكن الاشكال دي مختلفه بقى، تبقى هي اصلا بتبقى شويه ذوقيات، ممكن الذوق ما ذوق اللي يعجبك ما يعجبش غيرك. فهي الموضوع شويه بيبقى بينطبق على موضوع شكلي. طالما موضوع شكلي يبقى بيندرج بيبقى تحت حكم الاذواق، وعمر الاذواق ما بتتفق يعني. في كل الموضوع اهم حاجه يكون رسالتك واضحه ومحدده، والدنيا معاك واضحه. فما فيش شكل موحد للرساله الذاتيه، او واحد يقول لك لا اكتب بالشكل ده ما نكتبش بشكل تاني. حلو. لكن في بقى في موضوع المعايير غير الشكل. الشكل ده بس في الاخر يكون جميل منظم، الدنيا رايقه واضحه، ماشي. لكن المعايير بقى البيانات بتاعتك والمؤهلات والخبرات والمهارات والتدريب، ولو في عندك اي شهادات او حاجه برضو تكون موجوده معاك. ان كلمات مثلا، في حاجه عندك اسمها كيوردز او كلمات مفتاحيه عشان نظام الاي تي اس، فده برضو مهم انك تراعيها في كتابه السي بتاعك. يعني انت مثلا عندك وظيفه المبيعات مثلا، خلاص يبقى اول كلمه عندك في السي بتاعك تبقى مبيعات. انت شخص تخصصك مبيعات. بعد كده تبدا ايه، تحط بياناتك الشخصيه، بعد كده تحط خبراتك، بعد كده تحط مهاراتك، بعد كده تحط مؤهلاتك في الاخر خالص، والشهادات بتاعتك. يعني ممكن تبدا كمان بخبراتك. حلو. خبراتك، دوراتك التدريبيه، بعد كده المؤهلات التعليميه، بعد كده خالص في الاخر خالص بياناتك الشخصيه. الفكره ان بياناتك الشخصيه هي فعلا اخر حاجه احنا بنحتاج نوصل لها. اول حاجه محتاج اعرف انك انت الشخص المناسب. يبقى اول حاجه حط لي خبراتك، اشتغلت فين قبل كده، وبالتالي يبقى همسك منها طرف الخيط. اشتغلت هنا قبل كده، طيب اتدربت على ايه؟ بقى السؤال اللي بعده الاقي دورات تدريبيه. طيب مهاراتك ايه؟ الاقي بعد كده المهارات بتاعتك. طب انت في الاساس تعليمك ايه، او بكالوريوسك ايه، او الكلام ده كله، هتلاقي بقى المؤهلات التعليميه. طيب كل ده تمام. طيب انت مين بقى، قاعد فين، ساكن فين، عندك كام سنه؟ ده يبقى ايه، يبدا يظهر في بياناتك الشخصيه. طبعا صورتك مهمه جدا تتحط، والصوره تبقى فورمال او على الاقل سيمي فورمال. بلاش بقى صور السيلفي وصوره بتاع البحر وصوره وانت قاعد مع واحد صاحبك او الكلام من ده. ده مش انطباع حلو على عن السي في. لا، يبقى صوره كده فورمال او سيمي فورمال، عشان تبقى ايه، تبقى الدنيا معاك موزونه، او تقييمك يبقى موزون. حلو. وبالتالي شكل واضح جدا، تخصصك واضح، وكون حريص على اجتهادك، يعني واضح انك انت حريص انك انت تتعلم فيه بشكل مستمر. وضوح مهاراتك واستعدادك لتطويرها. مهاراتك برضو واحده محدده، وبرضو انت تقول مثلا انا مثلا حاليا شغال في كورس كذا عشان انمي مهاره كذا، ممكن تكتب ده في السي في بتاعك. حلو. وضوح مميزاتك بالنسبه للفرصه المقدم عليها. زي ما اتفقنا، انت في الفرصه ليها شروط، انت بتحاول تربط مميزاتك بالفرصه اللي انت مقدم عليها. الشكل العام منسق زي ما قلنا كشكل عام للسي في كلها، ومظهره مناسب. ايا كان بقى، يعني ما فيش شكل موحد، لكن ده المعيار. اللي هي الدنيا بشكل عام منسقه ومظهرها كويس. في ناس كتير ملهاش في الاشكال، ملهاش في التصميمات، اللي هو ممكن يكتب كل الكلام ده حلو، بس يطلع في الاخر شكله وحش. هو ما عندوش. هي برضه قدرات، يعني بعيدا عن اي حاجه، وبعيدا برضه عن الذوقيات، هي قدرات. انا الاقي مثلا حاجه كبيره وحاجه صغيره مش فارق معايا، انا بالنسبه لي ما بدقش في الكلام زي كده. فبالتالي السي في بتاع بقى شكله اجمالا او طبعا عنه مش حلو. لو انا عارف ان انا عندي مشكله زي كده، يبقى انا اشوف حد صاحبي او حد زميلي او حد مثلا يعمل الحاجات دي. والله لو فلان بص انا عملت السي في بتاعي، بس معلش عليك ايه، مش هيجي تعرف تظبط لي عليك، تروق لي عليه كده ايه، شكله حلو وبتاع وتظبطه، عشان انت بتعرف تعمل الحته دي. حلو. او حد صاحبك بقى، حد ايا كان، قريبك او صديقك، تقدر ايه
يظبطه لك يعني. مفيش يعني من اهم الحاجات اللي محتاج تكون عارفها نقط الضعف اللي عندك قبل نقط القوه. انا ما بعرفش مثلا احسب حسابات ورياضيات والكلام ده كله، خلاص يبقى انا عارف كده. فالطبيعي او التصرف السليم ان انا استعين بحد يساعدني في الجزئيه زي دي. انا ماليش في الشكليات والكلام ده كله على النقيض، يعني هي ارقام مقابلها التصميمات والحاجات اللي هي الفيجواليزيشن كلها. برضو استعين بحد يساعدني فيها، ما عنديش مشكله. خليك متصالح مع نفسك وشايف اخطائك وعيوبك قبل ما تكون شايف نقط قوتك، عشان لو شفت بس نقاط قوتك او حتى شفتها هي في الاول هتعميك عن نقاط ضعفك. فشوف نقاط ضعفك واللي هي برضو ما تعجزكش، لا انت بتتعامل معاها وشايف برضو نقاط قوتك وبتحاول تظهرها، وانت عارف انك عندك الاثنين. خليك متصالح جدا مع نفسك عشان تبقى متزن، حتى في كلامك، في تصرفاتك، في الاسئله. ودي من الحاجات اللي ناكد عليها في موضوع المقابلات الشخصيه. ازاي تعرض نفسك حد قدام بقى مع حد قدامك يعني، عشان تبان انك انت شخص متزن. ما تبقاش عندك مشاكل من المشاكل اللي هي بتوع التوظيف بيخافوا منها. خلي بالك بتوع التوظيف بيخافوا من مشاكل محدده، بيخافوا منها، ولو ظهرت اعراضها في شخص معين بيتفير على طول. يعني بيتفير يعني ايه؟ ما يترفض من اولها، حتى يكون هو ملك التكنيكال في مجاله، ده ما يتقبلش، ده ما يشتغلش. ولو عايز اقول لك لو اشتغل بيترفض. حلو. في حاجات كده بعبع عند الناس بتوع التوظيف. حلو. فدي ان شاء الله نخليها في موضوع المهارات الشخصيه. لكن بشكل عام في السيره الذاتيه بتاعتك تبقى زي ما اتفقنا، دي عندك واضحه، مهاراتك واضحه. السي في تحس ان هو مرسوم على الفرصه، متقسم عليها كده، مظبوط عليها بشكل عام، منسق. وزي ما اتفقنا لو انا لو عندي مشكله فيها ممكن استعين بيها بشخص معين. حلو. ممكن نستقبل مجموعه من اسئلتكم على ما نفتح الجي بي تي ونبدا نستعين بيه في موضوع كتابه السيره الذاتيه. ايه السؤال الاول؟ انا فتحت الجي بي تي، فتحت الجي بي تي قبل ما حد يسال. في اي سؤال؟ ثواني افتح الشات. طيب خلينا، هو لسه مفيش اسئله وصلت، فخلينا نشوف الموضوع مع جي بي تي او مع الذكاء الاصطناعي، وبعد كده نبدا. آه لو في اي سؤال برضو يبقى عندنا نفتح فقره الاسئله تاني في النهايه. طيب ده جي بي تي. بص اقول لك ببساطه جدا. شوف، فاكرين الحاجات اللي احنا خدناها مع جي بي تي قبل كده او في المبادره؟ وفي المبادره ان احنا ازاي نتعامل مع الجي بي تي او مع الذكاء الاصطناعي. احد الاستراتيجيات دي ان انا اساله او اخليه هو، لو انا مش عارف خالص اعمل ايه، اخليه هو يسالني، انا اقول له ايه. حلو. هنا في اول حاجه بقول له انا محتاج اعمل سيره ذاتيه. ايه ده؟ بكتب انجليزي او ساعتها كده انا سايبني كده اكتب لحد ما خلصت. انا محتاج اعمل سيره ذاتيه مناسبه مع معايير كتابه السيره الذاتيه الحديثه. ماشي. وهنكتب معاها كده حاجه اسمها ونظام الاي تي اس. نظام الاي تي اس ده زي تطبيق كده، برنامج يعني بيتفلتر بيه بيتفلتر بيه السيفيهات مع الاعداد الضخمه عشان نوفر وقت. حلو. فهقول له ده اللي انا عايز اعمله.
وهقول له بقى وابدا اديله الرول. فاكرين التاسك وبعد كده الرول؟ دي التاسك اهي، وبعد كده الرول اللي هي وانت صفتك خبير موارد بشرية وتوظيف، عايزك تساعدني في كتابة السيرة الذاتية بتاعتي. حلو. كان اديته التاسك. طبعا بدأ يرتب بالانجليزي، بدأ طبعا ب personal information، وبعد كده البروفيشنال سمري، الملخص بتاعك بتاع شغلك واخر حاجه اتعلمتها. ده بقى اللي هو بيلم كل حاجه، حاجه اسمها البروفيشنال سمري. وبعد كده الكي سكيلز، المهارات الرئيسيه بتاعتك. حلو، بيديك امثله. وبعد كده البروفيشنال اكسبيرينس، الخبرات بتاعتك اللي بقى اللي انت اشتغلتها قبل كده. حلو. ومديك طبعا مديها، هو مديك هنا تمبلت. وبعد كده اديوكيشن، الديجري والفيلد اوف ستادي، تعليمك بقى برضه ايه، وشهادتك ولو واخد شهادات تانية بعدها، الشهادات بتاعتك، اللانجوج لو عندك لانجوج، التولز اند تكنيكس، التولز اللي انت بتستخدمها. حلو. وبعد كده الفولنتير وورك، لو انت عندك اعمال تطوعيه او اعمال انت بتعملها او انشطه تكتبها في الاخر. المفروض في اخر حاجه اسمها ريفرنس، او مصادر نقدر ايه نرجع لها. ده عشان حاجه خاصه مرتبطه بيه بالاي تي اس، او يعني موافقه لمعايير الاي تي اس. طيب، اقول له اول حاجه، اقول له لا بالعربي، او اقول له لا كلمني بالعربي، اهو عشان برضه يبقى ايه الموضوع واضح وبسيط. هنشوف هيقول لي ايه بعد ما قلت له لا كلمني بالعربي. طيب يعني انت واقف ولا ساكت ولا بتفكر ولا ايه؟ ولا انت مزعلك؟ قلت له كلمني بالعربي، كلمني فعلا بالعربي اهي، نفس الموضوع. عمله لي ايه بالعربي. جميل. طيب، اقول له طيب ابدأ اسألني عن البيانات اللي انت محتاجها عشان تكتب لي السيرة الذاتية دي. حلو. تمام. فاكرين لما قلنا القصة دي واحنا شغالين؟ لو انت مش عارف آه تكتب له ايه، تخليه هو يسألك هو عايز منك ايه. مالت ايه بس؟ اقول له لا طبعا. اول ما قلت له لا اشوف احترم نفسه ازاي، وبدأ ايه، قال لي تمام خلاص خلاص تمام انا هسألك وانت ايه، وانت قول لي بشكل بسيط جدا وواضح. 14 نقطة ادهم لي، بقول لك ادهم لي وانا اعمل لك السي في. حلو. الاسم، رقم التليفون، يبقى الالكتروني، تك 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 تك.
حلو. طيب بص، انا عشان طبعا عشان الوقت بس، انا هديله السي في بتاعتي، اقول له خده من الملف ده. فين؟ اقول له خدهم. طبعا لو انت ما عندكش ملف من الاساس، فهتكتب له طبعا الحاجات دي زي ما هو طلب. انا اقول له عشان بس الوقت، اقول له خدهم من، ما هقولوش حتى ده ايه، اقول له خدهم من الملف ده. قال لو رجعت الملف وهبدأ ايه. جميل، يلا شد حيلك وانجز. هو شغال طبعا بيكتب اهو. شفت حتى لما بسأله بقول له فين بقول له يا فين، قال لي فين نافذة التحرير اللي هي دي كده، هو يقصد دي طبعا. اه بيقول لي اهي، دي نافذة التحرير اللي هو يقصدها. بدأ او خد المعلومات الشخصية، خد منها التفاصيل اللي هو عايز ياخدها، كل حاجة. الملخص المهني اهو كتبه. ماشي، المهام الرئيسية كتبها، الخبرات كتبها، التعليم بدأ حتى من الأحدث للأقدم، ودي نقطة الأحدث للأقدم بتيجي في النقطة دي. الشهادات كتب الشهادات، اللغات كتب اللغات، وهكذا. حلو. طيب آه ده كده بالنسبة لإيه. هو عامل السي في بس من غير ما أقول له آه هل هو الوظيفة محددة ولا لا. تعالوا كده نشوف الجي بي تي بيفكر زي ما احنا اتكلمنا وشرحنا من شويه ولا لا. هطلب منه يعمل نفس نفس في لنفس الشخص بس الوظيفة مختلفة. هقول له طيب أنا عندي فرصة لموظف مبيعات وليكن، حلو، في شركة مثلا تسويق إلكتروني. خلي بالكم هياخد باله من الطبيعي زي ما احنا قلنا من شوية، من الشركة ونشاطها وبتبيع ايه وازاي والكلام ده كله. يعني مثلا ممكن اقول له لمركز تدريب، هيبقى مبيعات في مركز تدريب او شركه اي تي غير تسويق الكتروني، مع انها نفس الوظيفه بس هيحاول يظبطها شويه عن كل واحده والتانيه. حلو. آه، شركه تسويق الكتروني ممكن في مصر، ممكن اقول له لا والله في السعوديه. ومحتاج تعمل لي سيره ذاتيه مخصصه للوظيفه للوظيفه دي، وتجتاز نظام اي تي اس للوصول إلى مين، المقابلة الشخصية. حلو. تعالوا نشوف. شفت أنا اتكلمنا فيه مطلوب منه، وعشان كده دايما احنا قلنا قبل ما تشتغل مع الذكاء الاصطناعي بشكل عام، محتاج تكون فاهم
انت عايز ايه منه، فتطلب منه مظبوط، هتاخد منه نتيجه مظبوطه. تعالوا نشوف عمل السي في ايه فيما يخص موضوع بدأ برضه بالمعلومات الشخصيه. آه، بدأ ملخص المهنه اتغير. حلو. بقى كتب متخصص مبيعات وتسويق رقمي بخبره زي عن 7 سنوات في العمل مع الشركات الصغيره والمتوسطه. بارع. يعني شفتوا، خلي بالكم عشان الحاجات دي ممكن ايه، ممكن برضه تسوحك لو طلعت فوق قدراتك بشكل بعيد يعني. حلو. بارع في تطوير استراتيجيات المبيعات والتفاوض مع العملاء وتحقيق اهداف الايرادات. خلي بالك ده يعني المين كونسبت، او يعني المهام الرئيسيه المطلوبه من موظف المبيعات في الشركه. حلو. ان هو يحقق الكلام ده. فلما تقول له الكلام ده في الملخص بتاعك، ده الشخص اللي احنا محتاجينه. جميل. الى ان نثبت العكس طبعا. لو الكلام ده اي كلام في اي كلام، يعني ممكن اقول لجي بي تي يعمل لي احسن سي في في الكوكب، واروح السي في واروح الانترفيو، هيبان بقى ان ده بلح. حلو. فلا طبعا، خلي نيتك مظبوطه ومتزنه. اقعد نفسك بشكل كويس متزن. ممكن اعلى شويه صغيرين، ممكن اعلى شويه، لكن انك تعلى بكتير انت هتسوح نفسك. حلو. فبلاش تسويف. ماشي. اسعى لتقديم اداء استثنائي لشركه تسويق الكتروني رائده في السوق السعودي. ببساطه جدا انا بدور ان انا اقدم وظيفه مبيعات بشكل استثنائي، يعني بشكل قوي جدا لشركه تسويق رائده في السوق السعودي. جميل. ده كده ايه، اللي هو حد اللي احنا عايزينه وبيدور علينا. شايفين الفكره عامله ازاي؟ عشان بس بنربط اللي احنا قلناه كله وفهمناه في البرزنتيشن باللي احنا بننفذه دلوقتي مع جي بي تي، او اللي احنا بنكتبه. طبعا ده كان صعب ان احنا نعمله بنفسنا كده لوحدنا، خاصه الناس اللي اول مره تعمل سي فيات. لكن الناس طبعا في ناس متمرسه، والموضوع ده لو كان بتعمله من قبل جي بي تي. لكن هو برضو موضوع الاي تي اس والمعايير الجديده والكلام ده بيكون بنقوم بيها وبيظبط لك الدنيا بالشكل ده. يعني في حاجه اسمها كي ووردز او كلمات مفتاحيه. موضوع المبيعات، يعني كلمه المبيعات دي لازم تكون مكرره عندك كتير، وكده مع كذا كلمه تانيه، عشان ما فيش اي دي اس من ضمن الحاجات اللي بيبص عليها. حلو. بعد كده راح ظهر لك هتلاقي مهاراتك الرئيسيه. بدأ بمين؟ بالمبيعات. بدأ بمين؟ بالمبيعات. ما يخص مين؟ الفرصه. وضحت. بعد كده تك 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 اداه. لو شفنا السي في اللي قبله هتلاقي هم ممكن تلاقيهم هم بس ترتيبهم مختلف. ليه؟ لان هو بيحط في الاول الاهم لمين؟ للشخص اللي عايز عين للشخص الموظف تبص عليه في الاول. حلو. وهكذا. الخبرات بدا برضه يحولها لمين؟ هتلاقي كلها مدير مبيعات او مسؤول مبيعات او مسؤول عن مبيعات. هتلاقي مبيعات. هتلاقي السي في بتاعك بقى نصه كلمه مبيعات. وده على فكره كويس. وفقا للاي تي اس حاجه اسمها كي ووردز برضه، ده يخليك تعمل باص من الاي تي اس توصل لمرحله الانترفيو. بس زي ما اتفقنا يكون موضوع مظبوط، ما يكونش اي كلام. وانت ممكن تاخده كوبي بيست وتقلل بقى، لو في حاجات زياده تقللها، في ارقام زياده تقللها، في حاجات ناقصه تزودها، وهكذا. او ممكن لو حاجه تزودها ممكن تقول له زودها، هو ما بيتوصاش في الزيادات عامه يعني. حلو كده. الشهادات بدأ بحاجات برضو خاصه بيه، كلها بالمبيعات. اللغات طبعا تلاقي موجوده. ادوات والتقنيات. الاعمال التطوعيه، وهكذا. طبعا كل الحاجات دي او معظمها نقدر 80% منها جايه من السي في اللي انا اديته له. وطبعا في حاجات هو بيالفها من دماغه يعني، او بيزودها، او في السياق كده يقول لك ايه، اكيد لان في السياق يعني انت واخد الحاجات دي خدها خدها معاك يعني. يلا عشان نظبط الدنيا. تمام. فخلي بالك وراجع برضو السي في بتاعك كويس، لان انت في الاخر المسؤول عن كل المكتوب. انا شفت ناس السي في لما ازنقوا فيه يقول لي والله العظيم انا حد كويس، بس السي في ده واحد تاني اللي عامله لي. انا ما اعرفش هو مين اللي كاتب، او ما اعرفش هو كاتب ايه. حلو. بس والله انا كويس، وانا ما اعرفش ايه، وانا كده. وحصلت معانا شخصيا كتير. آه
فبلاش تقع في النقطه زي أو في حاجه زي كده. اضبط ادائك. انت فهمت يعني ايه سي في، فهمت معاك اداه قويه زي الذكاء الاصطناعي مثلا وجي بي تي او غيره يساعدك في كتابتها بشكل كويس. فانت ايه كل المطلوب انك انت بس ايه تظبطها على المعايير. حتى انت لو اديته المواصفات بتاعت الوظيفه هو هيظبط معاك الدنيا او هيساعدك في الاخر. برضه لازم تراجع ولازم تظبط. حلو. وهكذا. فده كده ايه هقول له طيب اعملها في ملف وورد. هنشوف هيعملها ولا هيكسل. لا والله شاطر اهو. مش بردان. مش بردان زينا. جدع يا جي بي تي. هيبدأ يعملها في شكل ملف وورد لحد ما يخلص ويدينا رابط زي ما عمل معانا قبل كده. تمام. طبعا خلي بالنا عشان احيانا هو الموديل بيكون مختلف فما بيرضاش، او هو احيانا بيكون مهيس على اي موديل. فبرضه ايه هيبقى لو ما جاش معاك في مره يا اما تغير الموديل يا اما تصبر عليه شويه لو هو نفس الموديل اللي بتشتغل عليه. هيعمل لك الملف بالشكل ده. انجز. حلو. او عملها في ملف وورد وتحميل السيره الذاتيه. ضغطت عليها اداني الملف وورد. اضغط كده وافتح. يفتح معانا في شكل ملف وورد مع حبه يعني وورد سكيلز كده صغيره. نقدر ايه خلاص نقدر نظبط السي في بتاعنا بالشكل ده. بقى عندك سي في خاص بمين؟ خاص بالمبيعات. صورتك الجميله ضيفها هنا وبقى عندك السي في موجود معاك بالشكل ده. حلو. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لازاي اعمل سي في وازاي ابدا اعمله بشكل كويس ويعني ايه نظام اي تي اس وان انا اظبط المعايير بتاعته وان انا ازاي ان انا اظبط السي في بتاعي على الفرصه وان انا يكون عندي ليه اكتر من السي في وازاي اقدر استفيد من الادوات الموجوده زي الذكاء الاصطناعي في ان انا اعمل سي في من الاول زي ما قلنا واديله وابدا اديله الاجابات دي. لو انا لسه اول مره اعمل سي في هجاوبه على الكلام ده وهو يديني النتيجه. او لو انا عندي السي في بالفعل اديهوله واقول له اعمله لي او اعمل لي اعاده صياغه ليه على وظيفه مبيعات وظيفه خدمه عملاء وظيفه تسويق وظيفه ما اعرفش ايه ايا كان. عايز اعمل ابديت اضيف انا عملت مثلا خدت كورسات جديده او خدت اكسبيرينس جديده عايز اضيفها على السي في بتاعي اديها له واقول له السي في بتاعي عندك اهو. ضيف لي الاضافه دي سواء كان كورس او اكسبيرينس او شغل ايا كان اضافه وهو برضه ايه هيضيفه لي. تمام. في الاخر توصل للسي في بتاعك زي ما اتفقنا بالمفاهيم اللي احنا وصلنا لها. جميل. ده كده بالنسبه لي ازاي يعني ايه سي في يعني ايه ذكاء اصطناعي اقدر استفيد بيه في مهمه زي كده. حلو. نرجع تاني لفقره اسئلتكم. آه، جميل. كان في اتنين او رسالتين. هيام ابراهيم تقول اخيرا عرفت اشارك معاكم. هيام اهلا بيكي. او الحمد لله رب العالمين او يعني بدات معانا او اهلا بيكي دايما. الحمد لله كده البرنامج ظبط معاكي وزي الفل. تمام. آه، هيام كان عندها من الناس اللي كان عندها مشاكل في انها تتعامل مع البرنامج اللي احنا بنشتغل اللي هو الاف سي سي اللي احنا بنعمل عليه القاعه بتاعتنا او المحاضرات. والحمد لله يعني ايه بقى الامور تمام وستيبل. فاهلا بيكي دايما والحمد لله على سلامتك يا هيام. آه مين مين تاني مين تاني او السؤال اللي بعده. ممتاز في عمل السيرة الذاتية. طبعا دكتور اتصال حضرتك تقصدي جي بي تي.
الميكروفون معاكم يا جماعة لو حابين تسألوا عن أي حاجة.